السلام عليكم. النهارده هشارككم تجربتي مع اول شغلانه عملتها بعد ما قطعت شوط وانا بتعلم برمجه، وهعرفكم اول مرتب ليا واول دخل حقيقي قدرت اعمله وانا بتعلم. الشغلانه دي كانت مرتبطه خصوصا بمجال الويب. مبدئيا وقتها انا ما كنتش بتعلم حاجات كتير، يعني كنت بتعلم ال HTML وال CSS وشويه جافا سكريبت وشويه بوت ستراب. الكلام ده تقريبا كان في نص 2018. كان في ناس كتيره متعلماهم لكن ما كانش كتير زي دلوقتي. برضو وقتها كنت عامل كام ويب سايت لوحدي وكنت رافعهم على استضافه مجانيه، يعني اللي هو ايدي مشيت في الموضوع وعملت مشاريع فعلا حقيقيه. انا بقول لك الكلام ده علشان اديك اطار عام عن الوضع اللي انا كنت فيه وقتها، اللي هو وقتها انا ما كنتش اشتغلت في شركه وخدت خبره ولا حتى عندي بورتفوليو على مواقع العمل الحر. كل اللي كان في ايدي ان كنت متعلم شويه بشكل كويس، وكان عندي كام مشروع عملتهم لوحدي، وكان عندي كام مشروع اتدربت فيهم مع ناس تانيين. الوقت ده انا ما كنتش لسه خدت قرار ان انا اسجل على مواقع العمل الحر، وقلت ادي لنفسي فرصه اكتر في ان انا اطور من مهاراتي وان انا اتدرب بشكل احسن واتعلم تكنولوجي اكتر واتعلم حاجات اكتر تساعدني ان انا احسن فرصتي وان انا يكون ليا فرصه ان انا ادخل وسط الناس دي. يعني اللي هو كنت وقتها بفكر ان انا عايز ادخل مواقع العمل الحر بشكل كويس، عايز ادخل وانا ماسك نفسي. المهم في يوم وانا بقلب على فيسبوك لقيت بوست الواحد في جروب من الجروبات اللي ليها علاقه بالبرمجه. الحد ده وظيفته ما كانتش تك بشكل اساسي، يعني ملهاش علاقه بالتكنولوجي وملهاش علاقه بالكودينج والديفلوبمنت، لكن وظيفته بتتداخل مع الموضوع ده. وظيفته كانت اسمها ماركتنج تك. هما بيستخدموا التكنولوجي والبرمجه علشان يحسنوا من اداء الماركتنج بتاعهم. الحقيقه البوست ده وقتها كان عليه كومنتات كتير، وهو ما كانش طالب حد يعرف حاجات كتيره، يعني هو قال ان هو محتاج حد يعرف ال HTML وال CSS، وده كان غالبا اللي هم طالبينه منه في الشغل. طبعا المنافسه كانت رهيبه، كان في كميه كومنتات كتيره جدا، اللي هو انت لو معدي على البوست وشفت الكومنتات هتعمل سكرول وتعديه وتمشي. دخلت بص على الكومنتات وقتها، وعلى حسب ما افتكر ان وقتها ما كانش فيه عرض مقنع، يعني ما حدش فيهم قال حاجه اقنعتني انا شخصيا ان هو يختار. ما عملتش كومنت ودخلت كلمته على طول، قلت له خلينا نتكلم في الموبايل وافهم منك اكتر. ولما اتكلمنا فهمت انه محتاج اكتر من حاجه. الاولى انه يتعلم يكتب بايده HTML و CSS، والمشكله وقتها ان وظيفته كانت متعبه وبتاخد منه وقت طويل، فمش هيعرف ان هو يلتزم لوحده. خلي بالك من المشكله دي لان بيقع فيها ناس كتير، فكره ان الواحد عايز يتعلم اي حاجه خصوصا البرمجه لكنه مش بيعرف يلتزم. فالمشكله دي انا ساعدت ناس كتير ان هم يحلوها، وخلال الايام الجايه ان شاء الله هقدم حلول ليها، فلو مهتمين قولوا لي في الكومنتات. ثانيه ان الوقت ما كانش في صالحه، فهو محتاج ان هو يتعلمهم بشكل سريع، يعني ما عندوش رفاهيه الوقت ان هو يقعد يتعلم ويقع في مشاكل ويدور. هو زي ما تقول كده عايز المعلومه والخلاصه على الجاهز، لانه في الاخر مش هتكون وظيفته الاساسيه، هو مجرد هيستخدمها علشان يحسن اداء الماركتنج بتاعه. ثالثه انه احيانا بيجي له تاسكات من التيم بتاعه، فهو عايز يعملها بشكل سريع وهو لسه ما عندوش الخبره ولا المهاره الكافيه. فمين هيكون الحل بالنسبه له انه يعمل له التاسك ده في ان هو يخلصه؟ اكيد انا. بعد ما فهمت منه المطلوب بالظبط اكدت له ان اقدر اعمل الشغلانه دي، وكمان قدمت له ميزتين انا شايف ان هم ساعدوني بشكل افضل في ان انا اخدها. اولى ان هديله الاوقات اللي هو عايزها، لان احنا كنا محتاجين نتقابل مع بعض نعمل ميتنج في ان احنا نتدرب مع بعض، نطبق على حاجه، اشرح له حاجه معينه، فهو هنا يحتاج اوقات مختلفه، وفي الغالب ممكن تكون الاوقات متعارضه، لكني وقتها قلت له ان انا هديك الوقت اللي انت عايزه قول لي عليه وانا هكون موجود فيه. ثانيه ان هقبل باي سعر او اي مرتب هيقول لي عليه. انا طبعا ما قلتلوش كده، لكن ده اللي كان في نيتي، انه اي رقم هيقول لي عليه انا هقول له انا موافق ويلا بينا، لاني وقتها حتى ما كنتش في وضع يسمح لي ان انا اتفاوض، وده لسببين. الاولى ان كنت في وضع مادي سيء جدا، فبالنسبه لي اي رقم هيجي هيفرق معايا. ثانيه ان انا ما عنديش شغل حقيقي، ما عنديش تجربه حقيقيه مع شركه، ما عنديش شغل على موقع العمل الحر اقدر اوريه له، يعني ما عنديش حاجه حقيقيه عملتها قبل كده مع حد انا اقدر ان انا اعرضها لك واقدر ان انا اتفاوض عليك بيها. المرتب اللي اتعرض وقتها كان 1200 جنيه. خلي بالك ان الكلام ده في 2018، يعني مش في التسعينات، علشان ما تفتكرش ان 1200 جنيه هتقول لي ده الكلام ده زمان فهو كان مرتب كبير. لا، هو كان مرتب، يعني كان مرتب ضعيف، لكن انا بالنسبه لي وقتها كان كويس. وبرده اللي ساعدني ان انا اقبل بالمرتب ده ان انا لقيت ان الشخص اللي قدامي متعاون وبيحترم وقتك، بيحترم مجهودك وبيقدر الكلام ده، ده شجعني ان انا اقبل ان انا اشتغل معاه. الحاجه الثانيه زي ما قلت لكم ان انا اصلا ما كنتش في وضع يسمح لي ان انا اتفاوض، يعني اي انكم هيجي لي هيفرق معايا. ودي كانت اول شغلانه اعملها في حياتي، واشتغلت فيها 3 شهور تقريبا قبل ما للاسف يقول لي ان هو هيوقف فتره. وقبل ما اشتغل معاه اصلا كنت شغال في شغلانه ملهاش علاقه بالبرمجه، وكان برده مرتبها ضعيف، فانا اصلا ما سبتهاش حتى وانا شغال معاه، ما سبتهاش، ففضلت مكمل في الاثنين عادي. لما هو قال لي ان هو مش هيكمل خلاص انا رجعت زي ما انا بنمط حياتي العادي، لكن لازلت كملت تعليم، كملت ان انا اتدرب اكتر، كلمت ان انا كملت في ان انا اعرف حاجات اكتر. يعني كانت الفتره اللي هو قطع معايا فيها دي، وبعد ما انت بقى جربت موضوع الشغل وبدات ان انت تخش في المجال شويه، فبتبقى اللي هو يعني ما بتبقاش مبسوط قوي بقى خلاص ان انت هترجع تاني بعد ما حطيت رجلك في المجال، هترجع تاني من غير شغل.
فما كانتش تجربه لذيذه بالنسبه لي. الفتره دي ما كانتش فتره سيئه بالنسبه لي، لان انا استغليتها في ان انا اتعلم اكتر، اتعلم تكنولوجي اكتر، اتدرب اكتر، اعمل مشاريع اكتر، اقرا عن العمل الحر، اشوف تجارب الناس عن العمل الحر. فكانت بالنسبه لي فتره مفيده لحد ما بعد فتره مش قليله حصلت المفاجاه اللي هقول لكم بقى عليها في الفيديو الجاي ان شاء الله، لو انتم مهتمين ان انتم تسمعوها. انا مش بحكي القصص دي للتسليه، وان كنت طبعا اتمنى ان هي تكون مسليه، لكن كمان حابب ان انت تستفيد منها. في اكتر من استفاده في ظني ممكن انا اقول لك عليهم، وانت ممكن تطلع حاجات تانية انا حتى ما اخدش بالي منها. زي ان قدمت على عرض بجرأه وكان في ناس كتير، وقتها كنت هستفيد حاجه من الاثنين، يا اما هكسب العرض يا اما هتعلم مهارات التفاوض. الحاجه الثانيه اقبل اي شغل يجي لك علشان تاخد منه خبره، لكن يا ريت ان المرتب يكون في السعر المعقول بتاع السوق. ايا كان الوضع اللي انت فيه صعب، تاكد ان في ناس وضعهم اصعب بكتير من اللي انت فيه وحققوا نجاحات وعملوا حاجات كويسه جدا في حياتهم. في الوقت اللي انا بدات فيه اتعلم وفي الوقت اللي انا بكلمكم فيه ده كنت في واحده من اصعب فترات حياتي، فكنت وقتها بمر بابتلاءات شديده من جوانب مختلفه، لكن فعلا يعني زي ما بيقولوا ممكن يكون في الابتلاء في منحه. كانت واحده من اصعب الفترات في حياتي، لكنها كانت من احسن الفترات في حياتي لان انا اتعلمت فيها البرمجه. اكتبي في الكومنتات ايه اللي انت استفدت من القصه دي، ويا رب اكون قدرت افيدك ولو بحاجه بسيطه. وقول لي برضو حابين ان احنا الايام الجايه نتكلم عن ايه، او حابين الفيديو الجاي نتكلم عن ايه، واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. سلام.